سلامة الأخن. حتى تقدر تبني إمبراطورية ضخمة أو قوية لازم تحرسها. الآشوريين القدماء كان عندهم كائنات يسموها الكائنات الحارسة. هاي الكائنات كانت تحمي المدن وتحمي قصور الملوك. أشهر هاي الكائنات هو شيدو لاماسو. شيدو لاماسو هيجي انذكر بالكتابات الآشورية القديمة، وكلمة لاماسو جاية من كلمة لامو السومرية، وهاي الكلمة كانت تطلق على أنثى من الجن وظيفتها حراسة البوابات. الذكر منها كانوا يسموه ألادا لامو. والآشوريين القدماء أطلقوا على الاثنين اسم شيدو، وممكن كلمة شيدو تشبه كلمة شيدانا الكلمة الآشورية اللي مستخدمة حاليا ومعناها شخص مجنون، يعني بالعربية تقريبا معناها مجنون. لاماسو هو تمثال ضخم يبلغ طوله حوالي 4 أمتار و42 سنتيمتر، ووزنه كان 30 طن. التمثال هذا هو فرد من زوج يحرس مدينة دور شروكين. اللي بنى هاي المدينة هو الملك سرغون الآشوري، اللي حكم تقريبا من سنة 721 إلى سنة 705 قبل الميلاد. سرغون الآشوري خلى دور شروكين هي عاصمة الإمبراطورية الآشورية. طبعا بعدين الملك سنحاريب اللي هو ابنه غيرها وخلى نينوى هي عاصمة الإمبراطورية الآشورية. كان الثور المجنح يرمز إلى القوة، الشجاعة، الحكمة والسمو. وكانت الإمبراطورية الآشورية ولا سيما مملكة آشور وعاصمتها نينوى شهيرة جدا بصناعة الثيران المجنحة اللي تحمي قصور الملوك وتحمي بوابات المدن، ورمز من رموز هاي الإمبراطورية كان لاماسو. كان اكو هواي اعتقادات خاطئة وقصص وهمية على انه الآشوريين القدماء عبدوا الثور المجنح، بس هاي القصص كلها خاطئة طبعا. واللي أثبت هالشي بالدليل هو عالم الآشوريات البريطاني الشهير جون راسل، اللي استشهد بقصة للملك سنحاريب. سنحاريب يحكي أنه بيوم من الأيام هو غزا أحد المدن، ومن غزاها طلب منهم أنه يبنون إلى داخل مدينتهم قصر كبير، ويخلون أمام القصر ثورين حتى يحمون القصر. الثورين ذني هم لاماسو أو الثور المجنح، وهذا دليل أنه الثيران المجنحة للحراسة، لأن مستحيل يكون الإله مجرد حارس على بوابات. وحتى كان أكو معتقدات ثانية تربط الملك الكلداني البابلي نبوخذ نصر أنه هو تحول وصار عنده مخالب وصار هو الثور المجنح لاماسو، بس أكيد هاي خرافات وأشياء غير حقيقية، لأن أصلا لاماسو أقدم من أجداد نبوخذ نصر. لاماسو هو كائن أسطوري متعدد الأشكال، فمرات نشوفه ثور مجنح بأقدام أسد ورأس إنسان، ومرات نشوفه ثور غير مجنح برأس إنسان، وأكو شكل اللي هو يصير يعني جسم أسد ورأس إنسان، بس هذا كان له استخدام معين. كانوا الآشوريين يستخدموه أثناء الاستحمام، لأن كان أكو معتقدات آشورية قديمة تقول أنه تحريك المياه الساخنة ورمي المياه الساخنة تجلب الأرواح الشريرة، فكان وظيفة اللاماسو هذا هو الحماية أثناء الاستحمام. طبعا ما زالت النساء اليومنا هذا تستخدم عبارة كش، ويقولون هاي كانت تستخدم سابقا، يستخدموها الآشوريين لطرد الأرواح الشريرة. لاماسو هو قوة تجمع 4 عناصر تكون الكمال. الأسد يرمز للشجاعة، النسر يرمز للمجد، الإنسان يرمز للعقل والحكمة، والثور يرمز إلى القوة. وممكن حتى ناس تقول إنه النسر يرمز للسرعة، أو ممكن حتى يرمز للحرية بسبب الجناحات اللي موجودة. تعددت التسميات وإنه شلون ممكن تخلق هذا الكائن الأسطوري. وطبعا هاي المعتقدات بجمع القوة الكاملة كانت أيضا موجودة بحضارات ثانية. الحضارة المصرية تمثال أبو الهول اللي أيضا نشوفه بجسم أسد ورأس إنسان، واللي موجود أمام الأهرامات حتى أيضا موجود للحماية، ويقال أنه هو كان موجه نحو الإمبراطورية الآشورية خوفا من أي غزو ممكن يجي من الآشوريين. وحتى باليابان شخصية اليغيوروكي الأسطورية الشهيرة اللي كانوا يستخدموها في مهرجان ميتسوري. وحتى الرومان اللي استخدموا ثور برأس إنسان على نقودهم تحديدا في مدينة باليرمو جنوب إيطاليا. وحتى الكاتب البريطاني لورنس وادل ذكر في كتابه اللي ترجم للعربية تحت عنوان الأصول السومرية للحضارة المصرية أنه تمثال أبو الهول هو مقتبس من تمثال لاماسو.
كانت من أكثر نقاط التميز الموجودة بالثور المجنح يسموها نقطة الثور المقدس، أنه يكون الثور ب5 أقدام بدل من 4 أقدام، وهذا دليل على التميز والقوة الفريدة اللي كان يملكها هذا الثور. وحتى اكو اعتقادات ودراسات تقول انه الثور المجنح هذا المقدس اللي ب5 أقدام ظهر في رحلة البحث عن الخلود مع أنكيدو وقلقامش، وشفناه بصور عديدة ورسومات. من ميزات الثور المجنح أنه من يرى الثور المجنح من الأمام يشوفه واقف بوضعية الاستعداد فيهابه ويخاف منه، واللي يشوفه من الجانب كان يشوفه كأنه دا يتحرك، يعني بوضعية الحركة، وهذا الشيء يخليه مخيف جدا للأعداء أثناء الغزو. لهذا كانوا يحطوه أمام البوابات وأمام القصور حتى يخاف العدو منه. طبعا آخر تمثال تم اكتشافه في مدينة نينوى كان سنة 2018 بعد ما قام تنظيم داعش الإرهابي بتحطيم الآثار بالتفجيرات وبالجرافات، ونص الآثار انقل إلى دول الخارج وموجود الآن في متاحف عالمية. بالنهاية أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وإذا عجبتكم الحلقة فتقدرون تشوفوها على مواقعنا بالسوشيال ميديا اللي راح تظهر أسفل الشاشة، وإذا كنتوا تشوفونا على هاي المواقع بالسوشيال ميديا فتقدرون تشوفونا على القناة من خلال الترددات اللي راح تظهر أسفل الشاشة. وإلى اللقاء.